اكتر حاجه بتميز الممثل هو مجهوده، والاهم هي الموهبه، بس الموهبه دايما محتاجه اجتهاد عشان تحافظ على الموهبه دي وتنميها وتفضل تشتغل، لان التمثيل غير انه موهبه يبقى شغل، امال اصرف على نفسي منين وعلى اهلي منين؟ والتمثيل عامل زي الكوره، موهبتك هي اكل عيش، واللي خلى الكوره المصريه ما بقتش زي الاول هو انخفاض الموهبه، واللي لا تدل تماما عن ان مفيش مواهب في مصر. المواهب في مصر لا تعد ولا تحصى وفي كل المجالات، بس من اسباب تدهور المواهب الكرويه بالذات هي المحسوبيه، ومش ابناء اللاعبين بس، لا وكمان انها بقت بالفلوس. عايز تلعب في نادي كذا هتدفع كذا، او انك لازم تقدم في اكاديميه معينه عشان تدفع، مع ان موهبتك تاهلك انك تلعب على طول، بس لا انت لازم تدفع عشان تلعب. وده اللي ادى لمرحله ان الناس بقت بتشوف اللعيبه في انديه كبيره مش عارفين يباصوا حتى الكوره او يصدوا. وهنا انا ما اقصدش حد بالاسم، وطبعا ابناء العاملين ليهم دور كبير، يعني بيبقى فيهم ناس موهوبين عشان ما نظلمش حد. نفس الكلام بقى فين؟ في السينما، بس الموضوع مش من فلوس، لا الموضوع بيبقى قوه الدور. يعني مثلا دور ابن الاستاذ احمد السقا في مسلسل سيدي الناس، هتقول لي يا عم ده دور صغير، معاك حق، مين واخد برضه نفس الدور الصغير ده ومش كبير وبرضه في نفس المسلسل؟ مصطفى عماد، واللي خلى الناس كلها تتكلم عن موهبته وعن مدى اتقانه للدور، وكم الاشادات اللي اتقالت عليه. وانا هنا ليس لدي اي ضغينه نحو ياسين السقا، وممكن يسكتني في المستقبل بفيلم او عمل ويفاجئني بدوره فيه، بس انا بتكلم عن الكونسيبت نفسه، او عن على مدى صغر الدور على مدى تاثيره.